شكونه فهد عامل لي فيها مدرب وخطط وتيكي تاكا وكله على عمك اليوتيوب يا معلم. ما تعلمنا على اليوتيوب، وين بدنا نتعلم؟ بعدين الواحد يتطور من حاله، شو فيها يعني؟ اكثر المدربين يخجلون اذا يفتحون يوتيوب يتعلمون، واكثر الناس لما تشوف حدا قاعد يتعلم من اليوتيوب يقول لك شوف هذا مدرب يوتيوب. هذا الموضوع شائع عنا في بلادنا العربية بشكل مو طبيعي، انك تشوف واحد يتفرج على اليوتيوب يطور من نفسه وتروح تنتقده وتقول له عم تتعلم من اليوتيوب والى اخره. يا اخي طور من نفسك، بالعكس، مو العيب انك تتفرج على اليوتيوب او تحضر محاضرات او الى اخره. العيب انك تروح على الملعب وتقول انا مدرب وانا كامل المواصفات. ما في مدرب كامل المواصفات. حتى المدربين الكبار العالميين احيانا يقعدوا يتفرجوا ويطوروا من انفسهم ويشوفوا علم كرة القدم الحديث. كرة القدم الحديثة تحتاج للتطور، يوم عن يوم تختلف. فمو العيب انك تقول انا قام اتعلم على اليوتيوب او قام احضر محاضرات. اليوتيوب عبارة عن محاضرات، عبارة عن خطط، تكتيك الى اخره. فتجمع فكر من هون، فكر من هون، فكر من هون، تطلع منه اللب، تطلع منه الشيء اللي انت تستنتجه من هاي الشيء اللي جمعته. بالاخير تستفيد منه تمرين، تستفيد منه خطة، تستفيد منه كانه لاعب، كانه مدرب، اي شيء. فطور من نفسك وتفرج على اليوتيوب، ولا تقول انا اعرف دائما، قول انا عم اتعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.